لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لەوانەی 1441 لەوانەکانی تەفسیر قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان. ئەمە بەستی ڕەزامەندی رب العالمین و هیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لێ وەربگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. بەڵە خۆشەویستان وەکولوانە ڕابرد کەمێک لە خزمەت دوات پیرۆزەدا بووین. رب العالمین باس لە نیعمەتەکانی خۆی دەکات لەسەر ئەو بەشەریەتە ئیتر لە دوای خەڵقی ئاسمانەکان و زەوی اینجا ئاماژەی بە خەڵقی ئینسانەکان کرد، اینجا ئاماژەی بە ئەو نیعمەتە کردکەوە ئەو گیان لەبەرانە ئەو ئەنعامانەیە کە خۆی گەورە سوبحانەهو وتەعالا مسەخەری کرد لەبەردەستی ئینسانەکان کە بە تایبەت وەک گوتمان ئەنعام وەکو زاراوەیەک لە قورئانی پیرۆز لە بۆ مەڕ و بزن و ڕەشە وڵاخ و وشتر کە بەڕاستی مایەی خواردنە لە بۆ ئینسانەکە وەکو سەرچاوەیەکی خواردنی گرنگ لە بۆ ئینسانەکان وەکو سەرچاوەیەکی ئیقتصادیش کەوا خەڵکانیشی زۆر سودمەندن لێی. ئیتر خی گەورە سوبحانەهو وتەعالا باسی کردکەوە مایەی ئەوەیە کە مایەی خۆگەرمکردنەوەشە چەندین مەنفعەت لێ وەردەگیرێ، مایەی خواردن و خۆراکە لە بۆتان و هەروەها مایەی جوانیە کاتێکەوە دەیبینن کە دەگەڕێتەوە و کە دەیبینن کە دەردەچی بە تایبەتی لەو خاوەنەکەی و هەروەها لێرەشدا لەو ئاەتە باز لە وشتر دەکات بە تایبەتی کە مایەی ئەوەیە لە کاتی سەفەردا خۆتان و بار و بارگەتان دەگوازیتەوە لە شارێک لە بۆ شارێکی دیکە کەوە ئەگەر ئەوە نەبووایە نەدەگەیشتن بەو شارە ئیلا بشق الأنفس ئیلا بە مەشەقەتێکی گەورە نەبی، بەڵام خی گەورە سوبحانەهو وتەعالا بەو شێوەیە لە بۆتانی ئاسان کردیە. ابن عاشوریش دەڵێ الضمير عائد إلى أشهر الأنعام عندهم وهي الإبل کەواتە وتحمل أثقالكم بەچی بە تایبەتیش کە بە مەشهورترین و گرنگترین ئاژەڵ لەو ئاژەڵانە بە تایبەتیش لە بۆ ئەوانەی کە لە بۆیان دابەزی لە سەرەتادا کەوا لە زێرەی عەرەب دابەزی مەبەستیدا وشترە کە ئێستاش لا یەزال یەکێکە لە مەسادیرە هەرە بە قووەتەکانی اقتصادی ئینسانەکان بە تایبەتش لەو مەنتقانێکەوە مەوجودە و هەروەها لە بۆ هەموو جێگانش کەوا تیجارەت تێدا دەکرێت. وقيل المراد الإبل والبقر. هەندێک دەڵێن لەو ئاتە بەس وشتر مەبەست نییە بەڵکو ڕەشە وڵاخیش مەبەستە. فالبقر تطيق كما تطيق الإبل لەبەرەوەی ڕەشە وڵاخیش عینی ئەو تحملەی هەیە کەواشتی لەسەر پشتی بار بکرێ وەکو وشتر. وفي بعض الأقطار يحملون الأحمال الثقيلة على ذكور البقر إلى بلاد بعيدة. لهندێک لە وڵاتان دەڵێ باری زۆر قورس بە تایبەتی لەسەر پشتی نێرینەکانی ڕەشە وڵاخاندا دەنێن و دەیگوازنەوە لە بۆ جێگای دوور. بەڵێ لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ئەگەر ئەو وەسائل و ئەو هۆکارانە نەبووە نەتان توان بگەنە ئەو جێگایانە مەگەر بە زەحمەت نەبی. شق الأنفس ئەی بمەشەقەتیها کەواتە بە مەشەقەت و بە ناخۆشیەکی زۆر مەگەر بگەیشتبانە ئەو جێگای دیارە بشق الأنفس لە ئەسلی کەلیمەکەی لە شەقق هاتی يدل على انصداع في شيء واتە شتێک شەق بی کەواتە مەگەر بە زەحمەتێکی زۆر نەدەگەیشتن بەو جێگای ئەگەر ئەو وەسایل و هۆکارانە نەبوایە. قورطبی دەڵێ فيه دليل على جواز السفر بالدواب وحمل الأثقال عليها. أو آتا بەڵگەیە لەسەرکەوا جائزە سەفەر بکرێ بەو ئاژەڵانە بە تایبەتی
وشتر وهروها باركردني بار لسر پشتیان ولكن على قدر ما تحتمله جائزة بكاربين لبويكوا بمبستي گواستنەوە بەڵام لە قەدەر خۆی زیاتری لێبار نەکەی و هەروها ڕێفق و نەرمونیان بی لەگەڵی لەو سەفەرەدا. إن ربكم لرؤوف رحيم أي إن ربكم الذي خلق الأنعام أو پەروەردگارەتان کەوا ئەو ئاژەڵانەی لە بۆنگۆ خەڵق کردیە وسخرها لمصالحكم ئەو پەروەردگارەی کەوا لە بۆنگۆی خەڵقی کردیە و مسخر و ملکەتی کردێ لە بۆ مەسلحەت و لە بۆ بەرژەوەندەکانتان لذو رأفة ورحمة بكم خاوەن ڕەفەت و ڕەحمەت و بەزەیەکی زۆرە بەرامبەرتان. لرؤوف أي شديد الرحمة لرؤوف أي شديد الرحمة رحمتي يكجار زور بيقوتري رأفت والرؤوف ذو الرأفة رؤوف أو ذاتك وخان رأفة والرأفة أعلى معاني الرحمة وأرقها رأفة برسترين واتاكاني رحمة وهروها نرمونيان ترين رحمة نشان دا وأصل رأف يدل على رقة ورحمة أصل كلمة رأفتش لرأفها كبالغير سر نرمونياني ورحمة كواتا أو پروردگاري كوا خاوان رحمتي چي زورا خاوان رحمتي كوا دابرين نرمونياني تدالك رحمتك. أبي حيان ضلي ناسب الامتنان بهذه النعمة أو ليردا كاتك وأخوي قول سبحانه وتعالى باز لو من نتو نعمتي خوي دكا كوا من حملها الأثقال كوا أخوي قول سبحانه وتعالى أو واشتري لبنقو مسخر كردتا وكو بارو بار قرسر بشتي بار بكن يتل دواي أوا ختم آياتك ذكا بصفة الرأفة والرحمة ختم آياتك ذكا كوتايب آياتك ديني تنبتي بصفة رأفة ورحمة خوي بازكا لأن من رأفته تيسير هذه المصالح وتسخير الأنعام لكم كوات آسان كردني أو مصلحة ملكت كردني أو حيوان لبو برجوان دكانينغو براستي لروانجي رأفة ورحمة خواي قوري سبحانه وتعالى برامبر بانغو لروانجي رأفة ورحمة خواي قوري برامبر ببندكاني إن زاد فرمي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون إن زا آماجبا أنواع دي كل آجران دكا ديار مناسبة وأتى لقلوي بيشترك ورازي دله لما ذكر الله تعالى منافع الحيوان التي ينتفع الإنسان بها في المنافع الضرورية والحاجات الأصلية كاتك ولا أتكان بيشوتر خواهي قوري باس لو آجران كر كوا إنسان لمنفعة ضرورية كان وحاجات أصلية كان بيوستي بوانا وكو أنعام ذكر بعده منافع الحيوان الذي ينتفع بها الإنسان في المنافع التي ليست ضرورية إذا درجيك أنعام ضرورة أو جاب درجة دو والخيل والبغال والحمير كوا إنسان كان سودي ليدبينا بلام وكو أو ضرورة كوا لضرورة أنعامه والخيل والبغال والحمير تفرمي أي وخلق الله لكم أيها الناس أي خالتشينا لبونغوي دروس كدي الله تعالى الخيل خيل أسب والبغال وهروها بابلين وكو بابلين بغال جمع بغلة وكو ماينو وكو أوشتاني كبابلين نزيك لأسب والحمير جودريش لتركبوا على ظهورها والخيل والبغال والحمير أسب وهروها ماينو جدريش لتركبوا على ظهورها لتركبوها وزينة وكو سواري بكاري دينا وزينتيشا وجعله الله زينة لكم وهروها ماي جواني شلبونغو ماي جواني شلبونغو رازي دلي في دل على أن أفعال الله تعالى معللة بالمصالح والحكم أو آتا بلقيل سروي كوا أفعال خواي قورة هموي علي تيدا وتهموي حكمتي تيدا بوي كوا مصلحتش تيدا رتساو كرايا
فظاهر هذه الآية يقتضي ظاهر أتي وبيوزدك أن هذه الحيوانات مخلوقة لأجل المنفعة المذكورة أو حيواناتنا خيل بغال وحمير كخوي جور خلق كده لبو حكمتك وكوا نفع قويت دا سعدي ابن عثيمين دلين فلم يذكر الأكل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة باس ركوب وكسواري بكاري دينا وهرو ما يجواني شلبونغو لير دا خواي جور سبحانه وتعالى باسي وينكر كوانا معي ياخذ مصدر وسرسان لبو خوراش إنسان لأن البغال والحمر محرم أكلها طبعا ديارة بغال بابلين معينو وهروها جوادريش أو معلومة محرم أكلها خواردنيان حرام والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل بلام أسب غالبا بكارنا لبوكل أكرنا لخدي خوي أسب خواردنكي حلالة بلام كم بكار دهندري لبو خواردن فلم يذكر من منافع الخيل الأكل مع أنه جائز أكله لو ليرة دا أجرتي بغال وحمير طبعا هو حرام خواردن بلام خيل گۆشتەکەی حەلالە بەڵام لێرە ئەگەر چی گۆشتەکەی ئەو حەلال بەڵام لێرە باز لە خواردنەکەی نەکرا هەرچەندە لە صحیحەیندا ثابتە كوا أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن في لحوم الخيل يعني صلى الله عليه وسلم إذن داية كوا خيل أسب سرب بالريو بخوري بلام لێرەدا وەکو ئاماژەی بە خواردنەکەی نەکردێ بەڵکو زیاتر باز لە سواری و باس لە جوانەکەی دەکا وفي ذلك إشارة إلى أنه لا ينبغي أن تجعل الخيل للأكل كواتا لو آتذا كآماجي بوي نكردي كوا سرتساويك لسرتساوكاني خوراك ضلي أو إشارة بوي كوا أصل وايا خيل أسب دانندري وكو مصدرك لمصدركاني خواردن أقر تجائزيش خواردني بلكو إنما تجعل للركوب وللزينة وللجهاد في سبيل الله بلكو أصل وايا لبو سواري بكار بهندري لبو زينة جواني كإستاش نوع جوري واهي كبمليونها دولار لو دنيا دا دكر دري ودفروشري وهروها بكار بهندري للجهاد في سبيل الله لبيناوي خواهي قولا جهاد لسر بشتي بكري كو استاش زور منطقي تيايي هي اگر أسب نبي هيج وسيلة دي كانت وان لوي حركة بك أما الأكل فهناك ما يكفي عنها وهي الأنعام بلام بزبط خواردنك بلا أقر تزائيزيش أسب بخوري بلام لأنعام كفاية هي وتلا مرو بزنو رشولا خوشتر كافية لبوي كوا أوان زياتر وكو سرتساوق بخوراك بكار بهندري فالإبل أكبر منها أجساما وأكثر منها لحوما تماش هذا كي وشتر بلاشة قورتر لأسب قوشتي زياتر بيوي والبقر والغنم وهروها رشولاخو مرش هيهر عين لبو مصدر وكو مصادر وسرتال بخواردن ولأن لو اتخذت للأكل لفنيت اتر أقر بيتو خيل أسب بكار بهندري أقر تي جائزة بكار بهن لبو خوراك وديار جماركان مقارنة بجماري أنعام كم ترى أقر بيتو أجوك خوراك بكار بهندري براسي البرو لنا تشون دروا وبطل الانتفاع بها في الجهاد في سبيل الله لو حالتي براسي كم تر سودي لي ودجري وبتايبتي لكاتي جهاد كل بينا اخوي قولا لويا فهذه هي الحكمة والله أعلم في أنها قرنت بالبغال والحمير لويا تمشى ذاك لو آتا لقل أنعام بكار نهات يعني لقل أنعام خوي قول باسي نكر بالكو لقل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة لقل أوان لقل أوان خوي قول باسكر قصاب دلي دليل على جواز طلب العبد للجمال والزينة أو آتك خوي قول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة كواتا إنسان دكري براستي داواي جواني وزينة بكالو مراكبانا
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون